فيلم إليمنتال أجدد أفلام بيكسار، فيلم أنيميشن دراما كوميديا من إخراج بيترسون اللي عمل فيلم ذا جود ديناصور. ده الفيلم الوحيد اللي أخرجه قبل إليمنتال، ولكن كل شغله كان أنيميتور هنا، ستوري بورد هنا، فويس أوفر هناك. عمره ما طلع من تحت مظلة بيكسار يعني. أحداث الفيلم بتدور في مدينة الإليمنتس أو العناصر، مدينة بيسكن فيها الرياح والأرض والمية والنار. أمبر شغالة مع والدها في محل الأغذية النارية من صغرها، وبتطمح إنها تمسك إدارة المحل من بعده، ولكن أمبر بتتعرف على ويد واللي هو من المية، وللأسف الإليمنتس أو العناصر ما ينفعش إنها تختلط ببعضها. فهل أمبر وويد هيقدروا ينجحوا العلاقة الرومانسية الممنوعة اللي بينهم، وايه تأثير ده على علاقتها بأهلها؟ الفيلم تصنيفه بي جي، صالح للمشاهدة العائلية، صالح للأطفال، الحمد لله خالي من أي أجندات، معروض في السينمات عادي، مفيش أي مشكلة أخلاقية في مشاهدة الفيلم ده. بصراحة ما كنتش متحمس قوي الفيلم ده، لأن بيكسار بدأت مؤخرا تعمل أفلام أولا موجهة أكتر للأطفال، شخصيات طفولية وتصرفات ساذجة، شخص في سني هيستتفه شوية الأفلام دي، وثانيا مش في نفس مستوى الأفلام العظيمة اللي عملتها زمان. ما زال آخر فيلم عظيم شفته لبيكسار كان انسايد اوت، وبعدها بيكسار كانت في النازل حرفيا، ولحقت نفسها شوية بفيلم سول، وبعدها نزل التاني برضو. فيلم إليمنتال بالنسبة لي في نفس مستوى ذا جود ديناصور، تيرنينج ريد، لوكا، اونورد، لايت يير، توي ستوري 4. وفعلا الافلام دي هي الافلام اللي بيكسار بدأت تعملها مؤخرا. تقريبا نفس فكرة فيلم تيرنينج ريد، عندنا شخصية امبر اللي بتشتغل مع ابوها في المحل بتاعهم، وبتحاول انها تثبت نفسها وتثبت له مهاراتها في ادارة المحل، ولكن امبر بطريقة ما بتتسبب ان المية تتسرب داخل المحل، ومن هنا بتقابل ويد اللي نوعا ما بتبدأ انها تكراش عليه. بيخرجوا مع بعض، بيتكلموا مع بعض، بتحصل بينهم مواقف، بيتعرفوا اكتر على شخصيات بعض، بيخوضوا رحلة مليانة مغامرات، فبالتالي بتبدأ تنشأ بينهم علاقة رومانسية. والى حد ما امبر شخصيتها بتتغير، وبتكتشف ان عندها حلم اكبر من مجرد ادارة محل والدها، ولكن للأسف العلاقة غير مشروعة، الماء والنار لا يمكن يجتمعوا مع بعض. امبر وويد مطلوب منهم يواجهوا المجتمع، يواجهوا اهلهم، يواجهوا نفسهم، ويواجهوا الكيمياء اللي بتشكل هويتهم. اعتقد بعد فترة ما اظنش انها كبيرة هيطلع الناس بتوع بوليس الاداب، بتوع شرطة الاخلاق، اللي هم نفس الناس اللي طلعوا في وقت فيلم تيرنينج ريد، ونسمع الاسطوانة بتاعت ان بيكسار بتدس السم في العسل، بتحرض الابناء انهم يتمردوا على الاباء. وطبعا كل مجموعة ليها مجموعة مضادة، ناس تانية هتطلع تقول الفيلم مش بيحرض الابناء على التمرد، لكنه بيعلمهم يطاردوا احلامهم ويحققوا اللي قلبهم بيقولوا مش اللي اهلهم عاوزينه. انا عامه ما عنديش راي في الموضوع ده، او حتى لو عندي راي مش حابب اني اشاركه، ولكن هتكلم عن الفيلم بشكل بحت. احنا هنا كلام سينما مش كلام في مشاكل المجتمع. اكتر حاجه بتبهرني في افلام بيكسار، بتعرف تحول ايا كان الحاجه اللي بتتكلم عنها في افلامها لشخصيات. بيكسار فقط اللي تعرف تحول عربيات لشخصيات، بتعرف تحول ألعاب الأطفال لشخصيات، تحول الأرواح لشخصيات. يكفيني فقط إنها في مرة حولت المشاعر لشخصيات. والمرة دي الحاجة الوحيدة اللي خلتني أتفائل شوية بفيلم إليمنتال وأدخله سينما هي فكرة تحويل الإليمنتس أو العناصر اللي زي المية والرياح والأرض والنار برضه لشخصيات، شخصيات حقيقية، بتتكلم، بتشعر، بتفرح، بتزعل، بتلاقي نفسك بتتعاطف معاها بكل سهولة وبتصدقها بسرعة. دي حاجة عمري ما شفتها في أي حاجة تانية غير بيكسار. للأمانة الفيلم مش أكتر حاجة عميقة في الدنيا، أعتقد الفيلم بيركز أكتر على فكرة العنصرية أو الأقلية. أبطالنا اللي هم النار فئة أقلية منبوذة، لأنها حرفيا فئة بتحرق أي حاجة من مجرد اللمس. واللي عاجبني إن الفيلم عامل لك مدينة كاملة، باني عالم كامل اسمه إليمنت سيتي، واللي مستولين عليها باقي العناصر، وخاصة المية اللي هي العدو الأكبر للنار. وكل حاجة حرفيا معمولة من المية، ومش عاملين أي حساب لوجود نار معاهم على الكوكب، وكأنهم كائنات منبوذة ومش من المفترض انهم يعيشوا، لابد انهم ينقرضوا. عاجبني فكرة ان الفيلم بيقول لك الكلام ده اصلا ما ينفعش، لان العناصر كلها مهما كانت ما ينفعش تختلط ببعض، لازم يكونوا كلهم متواجدين بالتساوي، لانهم بيكملوا بعض. مفيش عنصر يقدر يعيش من غير التاني، كل عنصر له اهميته في البيئة اللي حواليه واللي بتخدم باقي العناصر. وتقريبا شفنا الموضوع ده في افضل صورة
في فيلم زوتوبيا اللي نزل 2016. الفكرة ممتازة جدا وما تقلش خالص عن الأفكار التانية اللي بيكسار قدمتها زمان في أفلام زي توي ستوري وراتاتوي وشركة المرعبين المحدودة، ولكن تنفيذ الفكرة هو اللي ما كانش في نفس مستوى الأفلام بتاعت زمان. الأحداث طفولية، الحوارات بين الشخصيات ساذجة، وده طبيعي لأن الفيلم عاوز يكون ممتع أكتر للأطفال، ولكن بالنسبة لي أنا كنت أحب إنه يكون أعمق من كده بكتير. الفيلم بالنسبة لي كان سطحي شوية، ما أثرش فيا قوي زي راتاتوي أو إنسايد أوت. فيلم إليمنتال تقييمي ليه 7.5/10. وبس كده، دي كل حاجة عندي الفيديو ده. متنساش لايك واشترك في القناة. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.